هلو يا فنانين، ازيكم؟ تعالوا ناخد اهم درس من دروس رسم البورتريه، ويلا بينا نبدأ على طول عشان ما اطولش عليكم. اول حاجة هنعملها خط مستقيم بالعرض وخط بالطول. اللي بالطول هيكون اطول من اللي بالعرض، تمام كده. سامحوني في الاول كده حصل شوية بيكسلز، وبعد كده الدنيا هتبقى ظابطة تمام. على الخط اللي بالعرض ده هقسم المسافة بتاعته من اليمين ولليسار على 3 مقاسات. يعني مثلا 12 على 3 فيها 4 سنتي، 4 سنتي، 4 سنتي في النص، 4 سنتي على الشمال، تمام. بعد كده هبدأ اخد من النقطتين اللي انا خدت منهم خطوط مستقيمة دول، وهبدأ اقسم المساحة اليمين خط بالطول كده والمساحة اللي بالعرض، عشان ابدأ ارسم على الخط ده العيون بتاعتي. ومن هنا حددت مسافة او ارتفاع الجفن اللي فوق اللي هو بيتحرك، والجفن اللي تحت اللي هو الى حد ما ثابت. وهبدأ اخد شوية تفاصيل بسيطة، هحدد كمان التانيات بتاعت الجفون، وهحدد الخط اللي بتاع الحواجب اللي هو تقريبا بيكون فوق خط العيون مثلا 2 سنتي، لو على مقاس 12 عرض الخط اللي هو بتاع العيون. الارقام اللي انا بقولها لكم دي كلها مش ثابته في كل البورتريهات، بس انا باخد نسبه وتناسب بالارقام في الاول عشان اتعلم. من خط الحاجب نفس المسافه لخط الانف، من خط الانف مسافه تانية نفسها بالظبط لخط الدقن اللي انا عملته تحت خالص ده، تمام. هبدأ هنا ارسم الانف وحدد ببساطة وهدوء خالص اماكن كل جزء من الملامح بتاعتي، عشان اساعد نفسي اني اظبط النسبة والتناسب بين كل جزء والتاني، تمام. في نص المسافة بين خط الانف لخط الدقن هيكون الخط اللي بيفصل الشفايف اللي فوق عن الشفايف اللي تحت، وهنا هبدأ اسكتش الخط ده بطريقة بسيطة خالص برضو سهل على نفسي. ممكن جدا بعد ما ارسم الفم الاقي المسافة بينه وبين الدقن صغيرة، فممكن هنا احرك شوية عشان يبقى الشكل اوسم اكتر. طريقة التظليل اللي انا استخدمتها في الفيديو طريقة الهاتشنج والكروس هاتشنج، بتكون عبارة عن خطوط موازية لبعضها، لما بيقربوا من بعض بيكونوا اغمق، ولما بيبعدوا عن بعض بيفتحوا. لو حبيت اغمق اكتر بعمل الكروس بتاعتها، ان انا بعمل يعني كأني بعمل اكسات فوق بعض، خط مائل لليمين وخط على عكسه على طول مائل لليسار، فبيعملوا كأنهم اكس كتير، فيبدأ يديني درجات اغمق اكتر في المساحة دي. الهاتشنج مش بس بخطوط مستقيمة، الهاتشنج كمان ممكن يكون بشكل اقواس زي الطريقة اللي استخدمتها في جوه دايرة العين من جوه الابيض بتاع العين، بخطوات ابسط برضو. نفس الفكرة، اسهل على نفسي. اللي عايزين تستخدموا طريقة التظليل دي استخدموها، عايزين تستخدموا طريقة تانية انتوا حرين. انا بوريكم طرق مختلفة لاني ما استخدمتهاش قبل كده في القناة، فحبيت ان يكون عندكم برضو فكرة عن طريقة تظليل مختلفة. هبدأ احدد كمان الانف شوية باماكن التظليل بتاعتها، وابين البروز بتاعها وفين غامق وفين فاتح وهكذا. بعد كده هرجع اشتغل على العيون التانية بخطوات برضو بسيطة خالص، ونفس الطريقة اللي استخدمتها في الناحية التانية. طبعا انا هنا بعتمد على النظرة الامامية للوجه. يعني ايه النظرة الامامية؟ يعني مفيش اي زاوية ميل او اختلاف للملامح، الشخص اللي باصصلي بشكل مباشر على طول للامام على طول، من غير اي اختلاف او اي انحناء لقدام او لورا او ليمين او يسار، تمام. يعني مش حد رافع راسه لفوق او حد منزل راسه كده لتحت. ببدأ هنا احدد تجويف العين شوية، وهبدأ اشتغل على الشفايف، وهستخدم خطوط التظليل في الهاشن اللي موجودة على الشفايف بنفس اتجاه نسيج الشفايف، نسيج الجلد بتاعها. وطبعا هراعي الاماكن اللي هيبقى فيها تظليلات اكتر، هزود شوية الهاتشن اخليها اضيق شوية، وكمان هزود فيها كروسات يعني كروس. وهراعي كمان الهايلايت اللي بيكون موجود على الشفايف، او الضوء القوي او اللمعة اللي بتكون موجودة على الشفايف بتاعتي. طيب يا اسراء، احنا كده رسمنا الملامح. طب احنا دلوقتي محتاجين نقفل الوش من بره، الاوتلاين بتاع الوجه كله من بره، اعمله ازاي؟ اول حاجة خالص انا اخترت تحت خط الدقن. خط الدقن بيكون من نص الخط اللي في اليمين اللي في النص ده، نصه اليمين قد نصه الشمال بالظبط، تمام. ببساطة شديدة دلوقتي بستخدم نفس القلم سترون اللي انا استخدمته،
هطلع فوق خط الحاجب نفس المسافة من خط الحاجب لخط الأنف، هاخدها لفوق فوق خط الحاجب. هتكون دي مسافة بداية منبت الشعر. ممكن جدا تكون أكبر وممكن تكون أصغر، حسب وجه الشخص اللي أنا برسمه. تمام، يعني أنا عندي دلوقتي 3 أتلات، تلت من خط الحاجب لفوق، وتلت من خط الحاجب للأنف، وتلت من خط الأنف للدقن. تمام، أنا هنا بوريكم اهو ازاي اقدر ارسم الدقن. ففي كذا شكل من اشكال الدقن، فانا هبدأ ارسمها بشكل بسيط. بس هنا هبدأ انحت الوجه بتاعي من الجنب، وببدأ من خط العين اللي هما العظمتين اللي تحت الخدود، اللي هي بارزة عند الخدود تحت العيون بالظبط. هبدأ من الخط ده وهحدد مسافة جنب الفم او جنب الشفايف اللي تحت، من اليمين نفسها من اليسار، عشان يكون ده خط الفك السفلي. ومن هنا ببدأ انحت شكل الاوتلاين بتاع الوجه بطريقة بسيطة. الموضوع كله هندسي، والهندسية اسهل طريقة ان انا اطلع بيها النتيجة المظبوطة للبورتري، او بمعنى اصح لاي حاجة في الرسم. فخلينا دايما نعتمد على الفكرة دي. اوكي، سبت مسافة جنب العيون يمين نفسها جنب العيون في اليسار، وبدأت اعمل اوتلاين تحديد الوجه. وهنا هبدأ اهو تاني هفصلها لكم، العيون نفس مقاسات بينهم وبين بعض. اوكي، تلت وتلت وتلت. عندي من نن العين هنا لنن العين هنا المسافة بتاعة الفم، ومن بداية مدمع العين لمدمع العين الأنف، والتلت فوق الحاجب لتلت لغاية الأنف، ومن الأنف لغاية الدقن تلت تالت. تمام كده، ما عنديش أي مشكلة لحد دلوقتي. والدقن الرقبة بالمرة برضو بتكون من نهاية العيون اليمين لنهاية العيون اليسار، من الكورنر بتاعت العيون. الأنف الأذن بتبدأ من عند العيون فوق زي ما انتوا شايفين كده لحد الخط بتاع الأنف. تعالوا بقى نجرب الفكرة دي كلها على وجه موديل موجود قدام، بصرف النظر ان هو شوية مايل كده، بس هنبدأ نشتغل عليه ونجرب هيبقى عامل ازاي بطريقة لومس اللي هي السيركل، وبعد كده نبدأ نقسم فيها المربع، وهكذا نكمل بقية التفاصيل. ادي خط العيون، وادي خط الانف، وادي خط الشفايف، وادي النسب بتاعته كلها. طبعا هو موديل فما فيش اي اختلاف خالص، بيبقى بيختاروهم بشكل مرتب قوي، فما يبقاش في اي حاجة مختلفة عن الشكل الطبيعي او الجمالي الاساسي. ادي نحتة الشفايف ونحتة الدقن من تحت، من خط الشفايف اللي تحت، وادي التلت اللي فوق بيبدأ من عنده منابت الشعر. الرقبة كمان بتبدأ مع العيون بتاعتي اهي. تمام، بما انه لافف شوية فممكن مكان الرقبة يكون متغير بصرف النظر ان هو لابس عينك. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وشير للفيديو كل الناس اللي بتحاول تتعلم البورتريه من اصحابكم. وما تنسوش تعملوا تطبيقات وشاركوني فيها على انستجرام، بسيب لكم دايما الرابط في صندوق الوصف. طريقة الكروس هاتشن هحاول اظبطها لكم شوية هنا، شوفوها دلوقتي بالمرة. دي تظليلة بسيطة للأماكن الغامقة اللي في وشه، لأن هو اوريدي واقع على البورتريه بتاعه ظلال قوية ضوء قوي. تمام، ما تنسوش تطبيقات على انستجرام، شير ولايك سبسكرايب. باي باي.